بتعيط، وإيديها بتتحرك ناحية الأكل كالعادة من غير ما تفكر. بس المرة دي وقفت، بصت لنفسها في المراية، عيونها ورمة، وشها مرهق، ونظرة مليانة تعب، وقالت بصوت هادي ومكسور: أنا تعبانة ومحتاجة أساعد نفسي. بحثت دعاء عن طبيب نفسي لحد ما لقت دعاء دكتور حكيم. في اليوم التالي ذهبت دعاء إلى عيادة الدكتور حكيم. في أول جلسة مع دكتور حكيم جلست دعاء أمامه صامتة في البداية، ثم انفجرت. حكت عن كل شيء، عن الجوع الذي لا يشبع، عن ألم مستمر. استمع لها بهدوء ثم قال: أنت مش بتهربي للطعام، أنت بتهربي من ألم مش عارفة تواجهيه. أنت مش بتاكلي علشان جعانة، ده جوع لراحة، لاحتواء، لأمان. ومن هنا بدأت دعاء رحلتها.